شوف اش طريق وي وشوف اش طريق في جبال بعيدة ساكن انا وشلا دراري المعيشة تغلى ولا خبزة في شواري ولا جات شتا من الوادي يفيض علينا تهرزات القنطرة وفين الطريق اللي تدينا فتيلة بالليل وقطعوا الضو علينا امتى يطلع النهار ولا مشي حيد من عينينا لحد ما اداها فينا تعلقنا في الحمل والمقدم قطعوا لينا وتالي ساكتين ويقمعوا فينا فهم القانون مديور باش يحمينا شوف اش طريق يخطفوا لينا يخطفوا شوف اش طريق شوف اش طريق شوف اش وبعيدا عن ضجيج وتلوث المدن، السكان الرحل بالجهة الشرقية يعانون من قساوة الطبيعة وقلة موارد العيش بسبب الجفاف وتقلص المساحات المخصصة للرعي، ما يضطرهم أحيانا إلى الهجرة نحو المدن. والتفاصيل في ريبورتاج حسن بحمتي. جل أبناء الرحل غير مدرسي لم يحالفهم الحظ الولوج إلى المدرسة، والسبب نمط عيشهم الذي يجبرهم على الرعي والترحال بحثا عن المرع، الولوج إلى التعليم والصحة وغيرها من المرافق. بناء عشوائي يحتضن بداخله عائلات البدو التي غيرت من نمط عيشها هربا من الجفاف بعد نفوق رؤوس الماشية. انا وعندي فطاري واشوف اشطاري واشوف اشطاري اشوف اشطاري واشوف اشطاري والله يهديكم. اشوف اشطاري واشوف اشطاري والله يهديكم.